السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بطريقة سهلة جدا. اول حاجة هنحتاجها مع بعض حلة على النار فيها معلقة كبيرة من السمنة. اول ما تسيح معانا كده وتسخن هننزل عليها ب3 بصلات كبار او 4 بصلات متوسطين. هنفرمهم فرم ناعم كده، وهننزل على السمنة نشوحهم. اول ما يتبلوا معانا وياخدوا لون هننزل بحوالي 3 أو 4 فصوص من الثوم المفروم، ياخدوا تشويحة كده مع بعض. اول ما تشمي ريحة الثوم هتنزلي بقى باللحمة المفرومة بتاعتك. هنفتتها بقى كده بالمعلقة من غير اضافة اي بهارات خالص دلوقتي، غير لما تاخد اللون ده معانا. الملح لو حطيتيه في الاول هيخلي اللحمة المفرومة تكتل معاكي، فاحنا عايزينها مفرفرة كده وحلوة. هتفضلي تقلبي فيها لحد ما تفك معاكي خالص وتاخد اللون ده. هتنزلي بقى بكبشة من عصير الطماطم المتصفي، يعني حوالي كوباية كبيرة كده او مج كبير، وتقلبيهم ياخد لون. والطماطم هنا بتدي تيست جميل جدا للاكل. تمام، مش موجود عصير طماطم ممكن اضافه معلقتين كبار من الصلصه المعلبه. وهننزل بقى بالبهارات بتاعتنا هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره مليانه من الملح، معلقه صغيره من الفلفل، كزبره، بابريكا، 4 ورق لورا. تمام. تقلبيهم تقليبه كويسه كده. اللحمه المفرومه اللي انا كنت بتكلم عنها حوالي نص كيلو، والبهارات دي على نص كيلو. ممكن تضيفي كمان معلقه صغيره من 7 بهارات، ده حسب ما تحبي. تمام. هتجيبي بقى خلاص هتسيبيهم لحد ما يتسبكوا والطماطم اللحمه المفرومه تشرب الطماطم ويبقى لونها حلو كده احمر. خلاص هنسيبها بقى على جنب، وهنبدا بقى في البطاطس بتاعتنا. اول حاجه هنحتاجها مع بعض بوله فيها ميه مدوبين فيها معلقه صغيره من الملح، زي ما انتم شايفين كده ميه فتره عاديه خالص. هتجيبي البطاطس بتاعتك بحجم متوسط او اقرب للصغير، يعني انا مش عايزاها كبيره خالص عشان تعرفي تحشيها ما تاخدش منك كميه كبيره او كده. تمام. هتجيبي بقى البطاطس هتقشريها زي ما انت شايفينها كده، وتقوريها بالمقوار او بالمعلقه او اي حاجه انت حباها. اهم حاجه ان انت ما تخليش السمك رفيع قوي. ولو اتقطعت منك اتكسرت منك مفيش اي مشكله، كده كده اللحمه المفرومه متفرطش معاكي، هي مش زي الرز خالص. نسوي بقى الاطراف بتاعته ونقوره بالمقوار او بالسكينه او بالمعلقه حسب بقى ما تحبي. واهم حاجه القلب بتاعها او التقويره بتاعتها مش هنرميها، هنحطها برضو في الميه لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا. اهم حاجه ما نطلعش البطاطس من الميه عشان ما تسودش معاكي. نكمل مع بعض لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا. هنجيب بقى صينيه تيفال سيراميك الومنيوم اللي انتي حباها خالص، اي مقاس مش مشكله، لان انتي لو حابه ان تزودي الكميه حابه تقلليها حسب ما تحبي انتي. وهتدهنيها بمعلقه من السمنه من تحت في الارضيه كده عشان خاطر القلب بتاع الحشوه ما يفكش معاكي. هتبطنيها بالسمنه، وهتنزلي بقى بالقلب اللي انتي طلعتيه من البطاطس. ممكن تحمريها وممكن تحطيها كده على طول، انا حاططها على طول. هتحطيها كده في ارضيه الصينيه، ماشي، وهتتبليها بالملح والفلفل. هنا بقى خلاص خلصنا. هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا ناخدها تحميرة كده باللون الجلد الحلو ده، ماشي. وهنبدأ نحشيها الحشوة بتاعتنا اللي هي اللحمة المفرومة. ممكن تضيفي كمان على اللحمة المفرومة فلفل اخضر او اي طماطم او بس انا حباها كده من غير اي حاجة عشان تبقى تاكلوا اللحمة مفرومة كده تحسوا باللحمة فيها يعني.
تمام. نحشي البطاطس لحد اخرها خالص. زي ما قلت لكم البطاطس اللحمه المفرومه خلاص استوت، والبطاطس تعتبر يعني نص سوا، فمش محتاجه ان ايه ان انا اقلل ولا حاجه هتكش ولا حاجه يعني. تمام. هتفضلي لحد اخرها كده تحشيها ماشي، وترصيهم في الصينيه، ترصيهم واقفين، ترصيهم نايمين، مفيش اي مشاكل خالص. ضغطه بسيطه بس كده من الفوق عشان خاطر ما يطلعش من الايه من البطاطس بتاعتك زي ما انت شايفاها كده. نكمل الكميه بتاعتنا ونرجع تاني. هنا كنا خلاص رصيناها زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بقى نتبلها بالملح، رشة كده حلوة من الملح، رشة حلوة من الفلفل، رشة حلوة من الكزبرة، ورشة حلوة كمان من الكمون. تمام. البطاطس بتحب كل البهارات دي، احنا مش هنضيف اي بهارات زيادة لان كفاية البهارات اللي اتحطت في اللحمة المفرومة، فعايزين نحس شوية بطعم البطاطس ولحم اللحمة المفرومة وطعم اللحمة المفرومة. فهنكتفي بالبهارات الاربعة الاساسية يعني في اي اكلة: ملح، فلفل، كزبرة، كمون. رشه بسيطه كده بايدك وخلاص. طبعا وهي في الفرن انت هتدوقي يعني، هتشوفي محتاجه ملح محتاجه كده، طبعا حسب الكميه بتاعتك يعني. انا بالنسبه لي كده الرشه البسيطه دي كانت مظبوطه جدا معايا، فما تزوديش عشان ما تملحهاش قوي. هنضيف بقى حوالي كبشة كده من الطماطم او صلصة الطماطم اللي موجودة بقى عندك، هتضيفيها كده على الوش زي ما انتي شايفاها، توزعيها على كل بطاطساية عشان خاطر تاخد لون معاكي كده، ما تبقاش بيضة كده. خلص بقى كده هننزل بحوالي نص كوباية من شوربة. الشوربة فراخ لحمة مش متاحة، ممكن نص كوباية من المية، عليها معلقة من عصير الطماطم، عليها شوية من الملح والفلفل. ده اللي انا عملته، ما حطيتش شوربة عشان كانتش عندي بس لو موجودة تمام. زي ما انتوا شايفين كده بقى هندهن بقى كل بطاطسايه بالطماطم بتاعتنا. نغلفها كده باللون الاحمر، ده هيدي في الاخر لون جميل جدا للبطاطس. كده خلصنا. هنحط بقى شويه من الزيت كده على الوش عشان تدي بس لون حلو كده تحت الشوايه. تمام. هناخدها بقى زي ما انتوا شايفينها كده في الرف اللي في النص. نشغل الفرن من تحت لحد ما تحطي فيها الشوكة تكون مستوية. تمام. هتشغلي عليها الشواية تاخد اللون الجميل ده، وبألف هنا. شكرا.